داليا زيادة بتثير الجدل للمرة التانية من خارج مصر. يا ترى هتسافر فين وإيه هي الرسالة اللي وجهتها؟ تعالوا نعرف الأول مين هي داليا زيادة. داليا زيادة هي حقوقية مصرية ومديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، ومتخصصة في الدراسات الأمنية والجغرافيا السياسية، واللي سابت مصر بعد الأزمة الأخيرة اللي أثرتها بسبب ظهورها في معهد أبحاث الأمن القومي للكيان، وتصريحاتها المثيرة للجدل وقتها عن الأزمة الحالية في فلسطين ودفاعها عن الكيان، وإنه بس بيحاول يدافع عن نفسه ضد الاعتداء، ولو أي دولة تانية في مكانه هتعمل نفس اللي عمله. أعتقد إنها يعني الأفضل أن نسميها حرب تخوضها إسرائيل ضد الإرهاب بالنيابة عن منطقة الشرق الأوسط. هذا أفضل توصيف للحرب التي تجري الآن. إسرائيل لا تحارب فقط حماس الآن، إسرائيل تحارب حزب الله، تحارب الحوثيين، تحارب ميليشيات إيران بكل أشكالها، وتحارب أيضا كل من يتبنى هذا الفكر المتطرف. بعد اللقاء اللي شفنا جزء منه ده والتصريحات اللي أطلقتها داليا، اتقدم المحامي عمرو عبد السلام أول الشهر ببلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة لاتهامها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية ونشر بيانات وأخبار كاذبة. وذكر عبد السلام في بلاغه إن زيادة اتواصلت بدون إذن من الأجهزة المخابراتية مع أحد العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد في برنامج اسمه بودكاست مذاع من دولة الكيان، ونشرت أخبار كاذبة ممكن تساعد دولة الكيان على تنفيذ مخططاتها بتهجير سكان قطاع غزة لأرض سيناء، وده هيؤدي للمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وده خلى داليا زيادة تسيب مصر وتسافر، ومش معروف سافرت على فين، ووجهت رسالة عبر موقع اكس قالت فيها: مصر هتفضل غالية عليا مهما حصل ومهما شفت منها. حماس والإخوان المسلمين والسلفيين وكل أطياف الإسلاميين هيفضلوا بالنسبة لي متطرفين وتنظيمات إرهابية، وهفضل أحاربهم وحارب أفكارهم هم واللي واقفين وراهم. وأضافت إن إسرائيل هتفضل في نظرها جار وصديق وشريك مهم جدا لمصر. وتبعت: أيوة كان في بينا حرب في يوم من الأيام، لكن كمان بينا سلام أكتر من 40 سنة وده الأهم. وقالت إنها مش هتنسى المصريين الجدعان والأصدقاء العرب اللي وقفوا جنبها ودافعوا عنها وعن اسمها من غير حتى ما تطلب منهم، ضد بعض الإعلاميين والصحفيين اللي قرروا يصطادوا في الماء العكر وقاموا بتشويه صورتها. وقالت: يؤسفني أقول إن كتير من الإعلاميين المزعومين دول ناس بيني وبينهم عيش وملح ويعرفوني كويس، حسابكم عند ربنا كبير. ياريت تقولولنا في التعليقات ايه رأيكم في تصريحات داليا زيادة الأولى والتانية، واعملوا سبسكرايب للقناة علشان يوصلكوا كل جديد.